اهلا وسهلا بكم بقناتي. اليوم راح اسوي لكم وصفة ولا اطيب. كملوا الفيديو للاخير وخليكم وياي خطوة بخطوة. طبعا بالجدر نضيف قليل من الدهن او زيت زيتون، ونحط قطع لحم الغنم طبعا حسب الكمية اللي انتو تريدوها، واحمسها كل زين. وراها اضيف بصلاية حجم متوسط، وهم احمسها ويا اللحم، واضيف ورق غار وهيل، واغطيه اخليه هو اللحم يستوي بمالته الماء، او تحبون تضيفون قليل من الماء. طبعا الخضار اللي راح نضيفها لليخني اللحم بوتيتا وجزر وبازاليا، وانا حطيت قليل من الفلفل البابريكا التركي اليابس بديل عن البابريكا المطحونة. أنا هنا راح أقدم ويا طبق اليخني تمن شعرية. أنتوا تحبون تمن أحمر، برغل، تمن كشمش، هذا كل واحد براحته أو باللي يعجبه. حمسنا الشعرية كل زين لحد ما تحمرت، أضفت التمن وخليت خاشوقتين ملح. هنا اليخني هم استوى، فضفت له ملح وخليت له رشة هيل. وهنا بعد ما استوى التمن لازم نقدم الطبق. هنا طبعا اللحم ذايب ومستوي، خبل ولا أروع. صبيته طبعا، تخلون يكون الماء مالته كلش قليل، وقدمته 8 شعرية، خضرة، طرشي، حسب اللي انتو اللي يعجبكم. وهنا ابو الجهال لازم يذوقه ينطيني رأيه بيه. طبعا اكله وذاقه، وحتى الجهال حبوه وقالوا لي كرري ماما، وانتو هم جربوه صدقوني ما راح تخسرون، والطعام يموت. لا تنسوا الاشتراك بقناتي وتفعيل الجرس. باي باي.